ايه ده؟ هو انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ عبد الرحمن بص الأم ورد عليها وقال: ايوه يما، ده زين بيه. أمه كانت بتتعالج عندي من حوالي سنة كده، وكانت بتجالي مخصوص من مصر. أيوة، بصراحة أنا أيامها لفيت بها على دكاترة كتير قوي، ومفيش حد منهم قدر يخلصها من اللي هي كانت فيه غير حضرتك يا دكتور عبد الرحمن. وهو يا سيدي انت برضو لسه بتتابعها، بس لما بتنزل القاهرة ما كنتش أعرف إن احنا هنتقابل هنا. طب والله يا أستاذ زين، أنا اتوحشتك قوي واتوحشت الحاجة كمان. واحنا أكتر والله. أنا ما كنتش أعرف إن الأنسة دهب تبقى أختك. أنا جيت هنا كتير قوي وسمعت عنها كتير، وعلشان أنا اهتمامي في الأساس الشغل الكويس والسمعة الطيبة، علشان كده قررت أشتغل معاها. والله يا أستاذ زين، يا زين ما اخترت. دهب أختي من البنات المجتهدة، هي كده من أيام أبويا الله يرحمه، وهي بتحب شغل الورشة، وكان حلمها لما تكبر تكبر الورشة وتخليها أكبر ورشة في مصر. الأم ابتسمت ليهم هما الاتنين وقالت: طيب يا جماعة، انتوا هتفضلوا تتحدثوا كتير ولا ايه؟ مش يلا بقى عشان تاكلوا، السفرة جاهزة. ويومها بالليل كان زين بيتكلم مع أمه: طب والله يا ابني فرحتني قوي، كنت قلقانة عليك يا حبيبي، بس دلوقتي خلاص اطمنت لما عرفت ان البنت اللي انت بتشتغل معاها تبقى أخت الدكتور عبد الرحمن. ده راجل محترم، أمان عليك تسلم لي عليه. الله يسلمك يا أمي، أنا كمان مبسوط قوي. هو صحيح البنت حواليها شوية لبش كده، بس مش مشكلة، أنا برضو بعرف أتعامل. طبعا يا ابني، أمال إيه، أنا عارفة إن ابني سيد الرجالة ويعرف يتعامل كويس قوي. طمني بس، عرفتي تتأقلم مع الجو عندك ولا لأ؟ وبتاكل كويس يا ولا لأ؟ أيوة طبعا يا أمي، ما تقلقيش عليا، ده حتى الست أم عبد الرحمن أكلها يجنن. والله يا أمي لو مش عيب كنت قلت لها تطبخ لي كل يوم وأنا حاسبها، بس أظن الناس مش هترضى. طول عمرك بتحب الأكل الحلو يا ولا. طب أكلها هي ولا أكل أمك؟ ها؟ أنت طبعا يا ست الكل، ربنا يخليكي ليا. طيب يا حبيبي، روح أنت بقى نام عشان تصبح الصبح تشوف شغلك. تصبح على خير. زين قفل مع أمه ولسه هيدخل أوضته، حاسب في حد فتح باب الأوضة ودخل عليه. زين سحب المسدس بتاعه من تحت المخدة وثبت الحرامي وبصله وقال له: تعالى تعالى، ده انت جاي لقضاك، بقى جاي ولا تسرقني أنا؟ انت مش شايف يا غبي نور الأوضة لسه منور؟ يعني أنا لسه صاحي. رد عليا، مين اللي بعتك؟ ولا انت جاي من نفسك كده؟ بصراحة يا سعادة البيه، عادل هو اللي مسلطني عليك وقال لي أجي أخلص عليك، بس أنا ما كنتش خابر إنك معاك مسدس. والله العظيم يا سعادة البيه، أنا كنت ناوي يعني أضربك ضربتين كده وأسرق اللي حواليك وأمشي. لا والله، وانت بقى فاكر إن انت هتدخل وأنا نايم ومش هحس بيك والدنيا هتمشي سالكة؟ عيب عليك يا ابني. بقول لك ايه، عادل ده واحد غبي زيك، وعلشان كده انت وهو هتشرفوا دلوقتي حالا في اسم الشرطة. سامحني يا زين بيه، سامحنا الله يخليك، بالله عليك تسامحني وتسيبني امشي، انا عايزة اربي عيالي. لا يا معلم، مش هسيبك تمشي ولا حاجة، ده انت هتروح معايا دلوقتي حالا على الاسم وهتقول كل الكلام ده هناك، وإلا يا باشا هخلص عليك دلوقتي، ومش هتاخد في ايدي غلوة ولا هاخد فيك ساعتين حبس. حرامي ودخل بيتي وانا ضربته بالنار. لا لا يا بيه، انا مستعد اجي معاك، بس تسيبني اعيش. يبقى خلاص يا حلو، تيجي معايا وتعترف على عادل. زين اخد الحرامي وهو متكتف معاه في العربية وراح بيه على اسم الشرطة، وهناك حكوا للضابط كل حاجة. الضابط ابتسم وقال: تمام يا زين بيه، هنستدعي دلوقتي حالا عادل ونبدأ تحقيق معاه وبنفسي كمان. حضرة الضابط، أنا عندي شهود إنه حاول يعتدي عليا النهاردة وأنا بخلص شغلي زي أي شخص عادي ما بيشتغل. هو للأسف حطتني في دماغه من وقت ما دخلت البلد، ومش أنا وبس، بنت عمه كمان كل شوية يجي يهددها بحاجة، وأنا بقى عايزة أوقفه عند حد. ما تقلقش يا زين باشا، أنا هظبط لك الدنيا. وبالفعل استدعوا عادل وتم التحقيق معاه،
ما كانش راضي يعترف بأي حاجة في الأول، لحد لما الضابط قال له تمام يا عادل، انت مش راضي تعترف رغم ان الشخص اللي انت أجرته اعترف عليك. لا يا باشا، ده زين ده بيتبلى عليا، تلاقيه هو اللي مأجر الراجل ده عشان يجي يقول الحديد ده ولبسنا مصيبة. الحرامي اتكلم وقال لا يا باشا، والله العظيم عادل كذاب، عادل هو اللي مسلطني ولفاني فلوس كمان، ده رقمه معايا على التليفون بتاعي وكل المكالمات بتاعه أنا مسجلها له. أمال إيه؟ ما أنا بسجل مكالمات الشغل عشان ما انساهاش. وبالفعل عادل والحرامي دخلوا الحجز، وتاني يوم الصبح بدري الخبر كان وصل لدهب اللي قابلت زين في الورشة وقالت له والله ما عارفة أقول لك إيه، بس أنا خابرة زين إنها السبب في وجع الراس ده، أنا آسفة قوي. ما تقلقيش كده يا دهب، اللي حصل حصل خلاص، وبعدين أنا أعرف أخد حقي كويس قوي الحمد لله. أنا عايزة أقول لك إن مرة عمي جات لأمي تعيط لنا الصبح وقالت إنها عايزة تتنازل، بس أنا بقول لك ها، إياك تتنازل، واحد زي عادل ده ملوش أمان. عندك حق، واحد زي ده لازم يتربى الأول شوية. المهم بقى قوليلي انت فطرتي ولا لسه؟ هو انت مش ملاحظ ان احنا كل ما نقعد مع بعض ما بنجيبش سيرة غير الوكل؟ ما انا بصراحة يا دهب ما بعرفش اشغل دماغي ولا اشتغل غير لما افطر الاول واشرب كوباية نسكافيه او قهوة ولا حتى شاي. ايوه، ما بتعرفش تشتغل الا لما تعمر الطاسة. ايه؟ اعمل ايه؟ مش فاهم. اقصد يعني اتعمر دماغك، احنا بنقولها بالطريقة دي بنهزر يعني. ماشي يا ستي، ولا يهمك، انا فعلا عايزة اعمر الطاسة. على العموم انا لسه ما فطرتش، ايه رأيك نفطر سوا؟ ماشي، وماله يا سيدي، يا ريت نعمر الطاسة سوا. عندنا بقى عم جابر بتاع الطعمية، طعميته لا يعلى عليها، حاجة كده فوق الخيال. ايه رأيك لو اجيب لنا طعمية من عندي وفول وبطاطس وبتنجان؟ طب وانت تروحي ليه؟ قوليلي على مكانه وانا اروح اجيب واجي. ماشي يا سيدي، هتلاقيه على اول الشارع، الكشك اللي لونه اخضر هناك ده. زين سابها وراح هو وقف عند بتاع الطعمية وجاب اكل، وطول ما هو واقف ببص على باب الورشة وببص على دهب ومبهور بشخصيتها. وبعد ما أكلوا قعدوا يشوفوا شغلهم، وبعد شوية جت أم عادل وفضلت تعيط أرجوك يا زين بيه، أرجوك تنازل وخلي ابني يخرج من السجن. أنا رحت ل2 محاميين كلاتهم قالوا لي إن أنت لازم تتنازل عشان يقدروا يخففوا عني الحكم ولا الحكم يتشال من الأساس. ومين قالك بقى يا ست أم عادل إن أنا هتنازل ولا حتى هفكر في التنازل من الأساس؟ أنت بجد ست بجحة قوي، إزاي بتفكري تخلينا أتنازل عن القضية وابنك كان زمانه قاهر قلب أم عليا؟ ابنك كان باعت واحد يقتلني. امشي من هنا يا مرات عمي، امشي الله يخليكي، أنا قلت لك مش رايدة مشاكل وإن زين به مش هيتنازل واصل. يا دهب والله العظيم همشي وهنسيب البلد كلها هاني وابني، بس انتوا تنازلوا والله ما هيجرب لك بعد كده ولا يتعرض لك. طب يا ست ام عادل انا موافق، بس بشرط واحد. انت بتقول ايه يا زين؟ لا طبعا انت مش موافق. سيبيه يا دهب الله لا يسيئك، اشترط براحتك يا بيه وانا هعمل كل اللي انت رايده والله العظيم. خلاص، ابنك هيمضي على وصولات امانه بعدم التعرض ليا ولا لدهب او اي حد يخصها، وده بس عشان انت ست كبيره وانا مش عايز اقهر قلبك عليه. حاضر يا بيه، حاضر، والله العظيم ما هتني لك كلمه واصل. خلاص اتفضلي انت دلوقتي وبعدين هنبقى نتكلم، انا هكلم المحامي بتاعي واخليه يعمل التنازل، وقبل التنازل تكوني بايعه اي حاجه تخصك هنا وتختفي خالص من البلد، وابنك لما يطلع من السجن ما يقعدش في البلد ساعتين على بعض. حاضر يا باشا، انا هروح للمساح وانا مروحه الدار دلوقتي وخليه يشوف لي بيعه للدار وهمشي من هنا واصل. وبعد ما الست ام عادل مشيت زين بص لدهب وقال صحيح يا دهب، بكره هخلي ماما تكلمك في التليفون لانها عايزه تتعرف عليكي. طب ما تخليها تاجي هنا الصعيد ونتعرف على بعض هنا احسن، وهي تقعد شويه معانا وتغير جو وتشوف عيشتنا. مش كانت بتيجي لاخوي، بس لما تقعد معانا في بيتنا وتشوف عيشتنا هتتبسط قوي
وكمان هيرد على صحتها بالخير. تصدقي والله فكرة حلوة. طب خلاص، أنا هشوف الموضوع ده وأرد عليكي، بس لما تكلميها اوعي تجيبي لها سيرة إن عادل أجر حد وكده. أنا مرضتش أقول لها حاجة عشان ما تقلقش عليا. ماشي، من الناحية دي ما تقلقش واصل. وتاني يوم الصبح بدري زين راح اتنازل عن القضية وراح استقبل والدته وأخدها معاه عند الورشة بتاع الدهب. أول ما شافتهم قالت بفرحة: مش معقول، بقى انت والدة زين باشا؟ ما شاء الله زي القمر، ما كنتش متخيلة انك بالحلاوة دي. ده انت اللي زي القمر. زين قال لي ان انت حلوة وشاطرة، بس ما قاليش ان انت حلوة قوي كده ودمك زي العسل. زين دهب وشها احمر، وزين رد على امه وقال: ماما قصدها يعني ان انا بشكر في شخصيتك كده يعني. طب بقول لكم ايه، انا هاخد النهارده اجازه من الشغل. انا عرفت الصنايعيه هم هيشتغلوا في ايه النهارده، هيبتدوا في الشغل بتاعنا. ما تقلقش يا زين، بس لازم نرحب بالحجه والترحيب يكون حدانا في الدار. ومشيوا كلهم ورجعوا على بيت دهب، والست نعمه كانت مرحبه بيهم قوي. وبعد شويه وصل عبد الرحمن ومراته وعياله واجتمعوا كلهم. ودهب اتكلمت وقالت: على فكرة، مرات عمي بعت كل حاجة هنا في البلد، ومشيت هي وعادل ومحدش يعرف لهم طريق جرة. زين رد عليها: ما أنا عارف كل حاجة، أنا مأجر ناس بتجيب لي كل الأخبار الجديدة، زي ما أنا مأجر الحراسة بالظبط على بيتي وعلى بيتكو كمان. بصراحة يا زين، أنت كل ما أقول حاجة أنت تعدلها لي بتبهرني. ما شاء الله عليك، عندك علم بكل حاجة أكتر مني. ايوه، امال ايه؟ امال انت عايزاني اقعد كده في البلد اللي فيها شغلي ولا اكون عارف حاجه والناس تتامر عليا؟ فضلوا يضحكوا طول اليوم عبد الرحمن وامه وزين وامه ودهب، وكانت القعده كويسه جدا واتصاحبوا على بعض قوي. وعدت الايام ودهب وزين بقربوا من بعض، والست سوزان والدة زين بتقرب من الست نعمة أم دهب. بقول لك ايه يا زين يا ابني، الناس دول طيبين قوي، انا مبسوطه جدا ان احنا عايشين في وسطهم. بصراحه يا ماما انا كمان مبسوط قوي، وحاسس ان انا اتشدت لدهب ومعجب بشخصيتها جدا. طب والله كنت عايزه اقول لك كده. بقول لك ايه يا ابني، ما تطلبها للجواز. ما انت طول عمرك بتقول انا عايز بنت ب100 راجل تساعدني في شغلي وتبقى دماغ. اظن يعني مفيش احسن من كده. بصراحه يا امي انا خايفه فاتحها في الموضوع ده ترفض، لأنها على طول تقول يعني إنها رافضة مبدأ الجواز. يا حبيبي، هي رافضة مبدأ الجواز عشان ما لقتش اللي زيك. البت دماغها كبيرة غير الناس اللي هنا خالص، وابن عمها كان واقف حالها. إنما دلوقتي خلاص، أهو ابن عمها غار من البلد كلها. بقول لك إيه، أنت دلوقتي مأجر لنا في فندق وقاعدين فيه، وأنا بصراحة كده مش مرتاحة. أنا عايزة أرجع القاهرة تاني، بس قبل ما أرجع تكون قريت فتحتك على دهب واطمنت عليك. زين اتشجع جدا من كلام أمه، لبس وتشيك قوي وراح عند دهب وقال: بقول لك ايه يا دهب، ايه رأيك في البدلة الجديدة دي؟ أنفع عريس ولا لأ؟ أصلا أنا رايح أخطب. إيه بجد؟ ألف مبروك، ما قلتش يعني. طب تحب أجي معاك ولا هتروح لحالك؟ لا، هو الفهم عندك بعافية ولا إيه؟ ما هي العروسة موجودة هنا، موجودة هنا في بلدكم كمان. اللهم صل على النبي، يبقى لازم اجي معاك حاكم كل الناس انه بتحبني وتعمل لي 100 حساب. مش قلت لك يا دهب ان الفهم بعافيه؟ دهب، انا جاي اخطبك انتي، تقبلي تتجوزيني؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو انت مش عارف انا رايي ايه في موضوع الجواز؟ انا بصراحه لو اتجوزت اكيد في يوم من الايام هتيجي تقولي سيبي الشغل وسيبي ورشه ابوكي. أكيد في يوم من الأيام هحمل وأخلف، وساعتها يبقى بيتي وعيالي أهم من الشغل، وأنا مستحيل أعمل كده، مستحيل. أرجوك يا زين، خلي كل اللي ما بيننا شغل وبس، وشوف واحدة تانية تنفع تبقى زوجة وأم وست بيت. أنا لا، رغم إن يعني إنك إيه يا دهب، رغم إن أنت حبيتيني زي ما أنا حبيتك بالظبط، بس أنت بقى مأفورة الموضوع. يا ستي عمري ما هقولك اقعدي ولا سيبي شغلك، وبعدين شغلك ده ينفع كمان إن أنت تعمليه ساعة في اليوم، مش لازم يعني تفضلي واقفة في وسط الصنايعية طول النهار. انت كمان ست ولازم يكون ليكي بيت وولاد،
أمال إيه يا دهب؟ أنا بحبك ومش عايزة أسيب الفرصة دي، أنا ما صدقت لقيتك. دهب حطت وشها في الأرض وللأسف رفضت. رجع زين على البيت وهو حزين، وأمه فهمت اللي حصل ولموا هدومهم ومشوا رجعوا على القاهرة. أما دهب فبعد ما خلصت يومها في شغلها رجعت على البيت وحكت لأمها على كل اللي حصل. أمها قالت بعصبية: ليه كده بس يا دهب يا بنتي؟ ليه ترفضيه يا حبيبتي؟ ده زنة الرجال كلاتها، ده أخوك عبد الرحمن لو عرف هيرتكب فيكي جناية. يما كلاتكم خابرين زين إنني رافضة الموضوع ده، حتى هو ما كانش عايز يقول إن هو هيسيبنا اشتغل، بيقول إنني ست ولازم يكون ليا بيت وعيال وأسرة. لا يما، لا، أنا مستحيل أستغنى عن حلمي واصل. اسكت يا دهب، اسكتي، حرام عليك يا شيخة، ده أحسن عريس تقدم لك. حرام عليك يا بنتي، حرام عليك اللي بتعمليه في روحك ده. بقول لك إيه يما، أنا هدخل أنام أحسن، تصبحي على خير، أنا مش ناقصة تقطيم. ولسه كانت داخلة تنام سمعت صوت خبط على الباب، ولما فتحت لقيت واحد من رجالة زين بيقول: اتفضلي يا أنسة دهب، زين بيه بعت لك الفلوس دي وبقول لحضرتك إن ده الشرط الجزائي، هو هيبعت بكرة عربيات تستلم الشغل اللي اتنفذ، وده حساب الشغل اللي اتنفذ كله، ووقفي شغل لحد هنا. انت بتقول ايه؟ يعني هو ساب الشغل؟ هو رجع القاهرة؟ ايوه يا فندم، هو ساب الصعيد كله ورجع القاهرة خلاص، عن اذنك انا لازم امشي. دخلت دهب بعد ما اخدت منه الفلوس ورمت الفلوس على الارض وقالت بصدمة: كيف يعني يمشي؟ كيف يمشي من غير ما يعرفني الاول؟ هو لعب عيال ولا ايه؟ وانت بقى يا بنت بطني، زعلانة على شغلك اللي اتهد ولا زعلانة على الجدع اللي مشى وسابك؟ حمليني لحالي دلوقتي يما وسيبيني، انا هدخل التنام، وما تقوليش حاجة لعبد الرحمن لو سمحتي. يلا يما، تصبحي بخير. عدى أسبوعين ودهب في أوضتها ما خرجتش منها، والورشة كمان مقفولة. وفي يوم دخلت عندها أمها وقالت: مش هتفتحي الورشة بقى يا بنتي ولا إيه؟ الناس اللي ليهم شغل حداكي كل يوم يتصلوا بيا وياجوا. انت ناسية يا بنتي إن انت واخدة شغل ومقدم من عرسان وأفراحهم جربت، وكل عريس فيهم عايز يستلم عفش بيته، وكل يوم حد يجي يخبط على الباب وأنا مش عارفة أقول لهم إيه. اديهم الفلوس اللي زين سابها يما، أنا مش رايدة حاجة ومش رايدة الفلوس ومش رايدة أشتغل كمان. اديتها لهم يا بنتي وما كفتش، لسه فيه ناس فيهم ليهم فلوس. انت ناسية إنهم كانوا باعتين ليكي فلوس مقدم كتير قوي، وانت جبتي بيها بضاعة تكفيكي، وهي البضاعة مركونة مش لاقية اللي يشتغلها. بيع البضاعة يما، أنا مش هعرف أعمل حاجة صدقيني. ليه يا بنتي تعملي في روحك كده؟ ولما هو غيابه كسرك، ليه لسه بتجاوحي يا بنتي؟ ما تكلميه وتقولي له اللي في نفسك، خليه يرجع وتجوزيه وكملوا شغلكم مع بعض زي ما كان بيطلب منيكي من البداية. حاولت أكلمه يما بس تليفونه على طول مقفول، حتى أمه تليفونها مقفول هي كمان. طب بقول لك إيه، أنا هقول لعبد الرحمن اللي حصل وخليه يكلمه ويتصرف ووصلنا بيه. لا يما، بلاش عبد الرحمن يعرف حاجة الله يخليكي. وفجأة سمعوا خبط على الباب، وقتها راحت الست نعمة تفتح، واتفاجئت لما شافت زين واقف قدامها. أستاذ زين، بركة رجوعك لينا بالسلامة يا ولدي، حمد لله على سلامتك. أنا جاي بس يا ست نعمة عشان في شغل كان فيه شوية مشاكل ومحتاج يتظبط، وبصراحة كده وديته لكذا ورشة في القاهرة بس ما عرفوش يظبطوه، وقالوا لي لازم الورشة اللي صنعته هي اللي تظبطه. طب وماله يا ولدي، ادخل تعالى، دي دهب هتفرح قوي لما تشوفك. يا دهب، يا دهب تعالي، جاي لنا ضيف غالي قوي. دهب سمعت صوتهم وطلعت تجري. زين، حمد لله على السلامة، انت جيت ليه؟ في حاجة؟ اه طبعا، انا جاي عشان في شغل ناقص، والشغل اللي انت مديهولي الفينش بتاعه اي كلام، عشان كده لازم انت اللي تصلحيه. انت بتتكلم بجد؟ يعني انت جاي عشان الشغل؟ ايوه طبعا، جاي عشان الشغل وبس. يلا تعالي افتحي الورشة عشان العربية واقفة هناك ومحملة البضاعة. امال انت فاكراني جاي عشان ايه يعني؟ دهب مشيت معاه، ولما راحوا وقفوا قدام الورشة شافت فعلا عربية محملة شوية بضاعة.
فتحت الورشة ونزلوا الشغل، وبدأ يتكلم معاها. انتي قافلة الورشة ليه؟ هي مش الورشة دي اللي عاملة لك اكتفاء ذاتي عن كل الناس اللي حواليكي وعايزة تكبريها ودي وصية أبوكي والكلام ده كله؟ ما أعتقدش يعني يا زين إن دي حاجة تخصك دلوقتي. عرفني بس إيه اللي أنت محتاجه يتظبط في الشغل وأنا هخلصه لك في أسرع وقت إن شاء الله. ماشي يا دهب، عموما أنا هفضل هنا كام يوم لحد لما تخلصي الشغل عشان أخده معايا. يا ريت بقى تتجنبيني خالص وتخلصي الشغل بسرعة. حاضر، بس بخلينا نشوفك يعني، ما تروحش كده وتقطع الجوابات. يلا، السلام عليكم دلوقتي، مش عايزة أتكلم في أي حاجة، بعد إذنك. مشي زين من قدامها ولقى رجله واخداه عند عبد الرحمن أخوها في العيادة، ولما شافه رحب بيه وقعد زين حكاله على كل اللي حصل. عبد الرحمن قال بذهول: ليه ما حكتليش كل ده؟ كنت رن عليا حتى في التليفون واحكيلي قبل ما تسيب البلد. انت زعلتني منك واصل والله يا أستاذ زين. أختك قفلتها في وشي يا دكتور عبد الرحمن، لقيت نفسي ماليش نفسي أقعد في البلد خالص، ومع ذلك وحشتني ورجعت لها تاني، بس استقبالها بارد ولقيتها كمان قافلة الورشة. للأسف أنا معرفش حاجة، أنا على طول مشغول هنا في شغلي كيف ما أنت شايف، ممكن أقعد بالأسابيع أطمن عليهم بس بالتليفون. حتى مرتي بقت مشغولة مع العيال وفي شغلها. طب بقول لك إيه، أنت عايزنا نتدخل دلوقتي في موضوع الجواز ولا خلاص صرفت نظر؟ لا طبعا، أنا عايزة أتجوزها النهاردة قبل بكرة. أنا بصراحة ربنا كده كنت مخلي حد يجيب لي أخبارها، وعرفت إنها قافلة الورشة من يوم ما أنا مشيت. صعبت عليا وقلت أكيد في حالة نفسية وحشة عشان كده رجعت. يا سيدي وأنا موافق إنك تتجوز أختي، سيب الموضوع ده عليا وأنا هجيب لك النهاية بتاعت الموضوع ده النهاردة. الدكتور عبد الرحمن خلص شغله وعدى على دهب في الورشة. السلام عليكم، ازيك يا خيتي؟ ايه اللي مقعدك لوقت متأخر كده في الورشة؟ لا أبدا، أنا كنت مستنية الأستاذ زين يعدي عليا عشان في شوية تظبيطات كده في البضاعة اللي هو واخدها، لكنه مش عارفة معداش ليه. طب بقول لك ايه يا دهب، زين جالي وطلب يدك للجواز النهاردة، موافقة ولا الراجل يشوف حاله؟ انت بتقول ايه؟ النهاردة؟ هو طلب يد النهاردة ولا قبل سابق؟ لا، النهاردة، وقال لي كمان انه عرض عليكي قبل سابق وانت رفضتي. رد عليا يا اختي، موافقة ولا لا؟ موافقة يا عبد الرحمن، موافقة، بس يعني كنت عايزة اقول له يسيبني اشتغل في الورشة. بصي يا حبيبتي، كل واحد ربنا خلقه في الدنيا دي لهدف، وربنا خلق الست في الأساس عشان تعمر البيت وتعمر الكون. انت ربنا اداكي رسالة أسمى من الورشة والشغل والنجارة اللي انت واخداها، ان انت تبقي أم وتصنعي راجل للمستقبل. وبعدين يا ستي، هو الراجل ما قالش حاجة، بنزلي كل كام يوم وتابع الشغل، وكل حاجة بتمشي بالتليفون يا دهب، وأظن الصنايعية بتوعك عارفين دماغك وعارفين انت بتعملي ايه. إنما مش عشان الشغل توقفي حياتك كلاتها. ياما في ستات دكاترة ومهندسين ومدرسين وعلماء ذرة كمان، وعنديهم بيت وعنديهم أطفال وزوج وحياة. بلاش توقفي حياتك على حاجة واحدة. اسمعي مني يا حبيبتي، احنا ماشيين في الحياة عندنا كام كوباية، في كوباية الصحة، وفي كوباية البيت والأطفال، وفي كوباية الشغل، وفي كوباية علاقتنا مع ربنا. لازم تملي كل الكوبايات دي بالتساوي. يعني ما ينفعش تفضلي قاعدة طول النهار على السجادة تصلي ليل ونهار وعيالك جعانين وانت ما عندكيش شغلانة، وما ينفعش برضك تقطع علاقتك بالصلاة والصوم وربنا عشان تقولي برب العيال، ولا ينفع تفضلي قاعدة في الورشة عشان تقولي ده شغلي وتنسي روحك، عشان مهما كان انت ست، ولازما يكون ليكي رسالة في الحياة، ولازما يكون ليكي نبتة صالحة تشهد ليكي يوم القيامة. الله على كلامك يا عبد الرحمن، يا ريتك اتحدثت معايا من زمان. عموما يا اخوي انا موافقة، خلي زين يجي بكرة ويقرأ الفاتحة. وبعد يومين في بيت دهب عليت الزغاريد علشان تعلن عن قراية فتحتهم وخطوبتهم كمان. ومرت الأيام واتجوزت دهب وبقت أحلى أسطى دهب
بتباشر شغلها بالتليفون، وكل يومين 3 بتنزل تبص على الورشة، ومقضية وقتها ما بين القاهرة وما بين الصعيد، ما بين شغل جوزها وما بين شغلها هي كمان. وبقوا هما الاتنين مع بعض أحسن كابل بيعملوا أساس في مصر. ولحد هنا خلصت حكايتنا. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب شوية الطاقة الإيجابية دول يكونوا أثروا فيكم بالإيجاب، عشان جو النكد كتر قوي اليومين دول. ويا ريت كمان ما تنسوش إن قناتي الجديدة اسمها روايات مروة ماجد، هسيب لكم الرابط تحت. والحلقات بتاعت الرواية بتنزل على المنتدى هنا، وبتنزل كمان في جروب الواتساب، وأنا مستنياكم هناك. أسيبكم في رعاية الله.